السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد من برنامج تدويزة. الموضوع ديال اليوم هو بوزلوم. عرق النساء او بوزلوم او سياتيك هو واحد الالم في الاطراف السفلى، كيبدا من اسفل الظهر كينتهي حتى الاصابع ديال الرجلين، وكيتشد الطريق اللي كيدوز منها هذا العصب اللي هو العصب الوركي اي لو نير سياتيك، اللي كيتعتبر اكبر عصب وكتكون من عده اعصاب كتخرج من النخاع الشوكي. هذا الاخير عنده جوج ديال الوظائف، الاولى اللي هي حسيه اي سونسيتيف اللي كتمثل في الشعور بالحريق البرد والحراره، والثانيه حركيه اي موتريس اللي كتحكم في تحريك العضلات. بوزلوم كيقيس بالاخص الناس من 30 حتى ل 60 سنه، والرجال كيكونوا اكثر عرضه. من بين الاسباب كاين الفتق القرصي او الانزلاق الغضروفي او ما يسمى ليغني ديسكال. نشرحوا شويه كيفاش كتوقع. العمود الفقري مكون من عده فقرات اللي كتفصل بيناتهم واحد القرص اللي هو لو ديسك انترفيرتبرال، اللي عنده واحد الدور في التسهيل ديال الحركه بين الفقرات وامتصاص الصدمات. ابتداء من سن 30 ومع التقدم في السن هذا القرص كيبدا يتشقق وينضغط، واللي كيخلي هذه المسافه بين الفقرات كتنقص. من بعد يقدر يدير واحد الفتق او صاك او ما يسمى ليغني اللي كتضغط على العصب وغتعطيه الحريق. من بين الاعراض كاين الحريق في المنطقه السفلى ديال الظهر، حريق في الفخذ والمنطقه الخلفيه ديال الرجل، الم وعدم الراحه بالاخص في الاماكن اللي كيدوز منها هذا العصب. وفي الغالب ما كتكون هذه الاعراض في قدم واحده فقط. حيث ما كانت هذه الاعراض التاليه: الم كيجي مفاجئ وشديد، وفي حاله تعرض لاصابه بالغه بحال حادثه سير وملي المريض ما كيقدرش يتحكم في التبول ديالو، فخاص الذهاب مباشره للطبيب من اجل التشخيص. بالنسبه للعلاج، اول حاجه المريض خاص ياخذ راحه لمده قصيره على واحد الفراش مريح، وياخذ الادويه المسكنه للالم اللي هي لي زونتالجيك ومضادات للالتهاب لي زونتي انفلاماتوار. بعض الحالات استعمال العقاقير اللي كترخي العضلات لي ميو ريلاكسون، وهاد الادويات خاص تكون تحت المراقبه ديال الطبيب وتقدر تعطي اضرار جانبيه. بعض الحالات ينصح باستعمال الحزام الطبي او حصص الترويض. اما الجراحه فكتكون في الحالات المستعصيه. ولا عجبك الفيديو ما تنساش تخلي واحد لايك وتابونا في لاشين باش يوصلك الجديد.